اهلا بيكم. شات جي بي تي وكلود وجيميناي كلهم سعرهم حوالي $20 في الشهر، نفس السعر تقريبا، بس القيمة اللي بتاخدها مختلفة حبتين. واحد منهم بتقدر تعمل صور وتعمل فيديوهات وتتصفح على الانترنت عادي، وواحد تاني بيقدر يقرا رواية كاملة مرة واحدة ويطلع لك ملخص عبقري كده في ثواني. والتالت مدمج اصلا في جوجل دوكس وجيميل والشيتس بتاعتك، يعني شغال جوه شغلك من غير ما تحس. في الفيديو ده هفصل لك التلاتة دول، كل واحد جامد في ايه، بيقع في ايه، ومين المفروض يستخدم ايه. وفي الاخر هقول لك تحط فلوسك في انهي واحد وانت مغمض. انا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. بص بسرعه قبل ما ندخل في الموضوع، لحد ابريل 2026 شات جي بي تي شغال على جي بي تي 5، وكلود شغال على 4.6، وجيميناي شغال على 3.1. ومن ناحيه الذكاء الصراحه الثلاثه بقوا قريبين قوي من بعض. الفرق الحقيقي مش مين اللي اذكى، الفرق في المميزات، في النظام اللي حواليه، في الايكو سيستم، وكل واحد مناسب لانهي شغلانه. وفي معلومه مهمه قوي قبل ما نكمل، كلهم دلوقتي عندهم مستويين: مود سريع للحاجات اليوميه، ومود تفكير عميق للحاجات التقيله. يعني عندك مثلا كلود عنده سونت واوبس، وجيميناي عنده ثينكينج وفاست، وشات جي بي تي عنده انستنت وثينكينج. بس خد بالك، المود التقيل ده بيخلص الكوتا بسرعه، يعني استخدمه لما تكون بس محتاجه. يلا بقى ندخل في المهم. كل اي اي فيهم بيعمل ايه احسن من التاني، وهنبدا طبعا بشات جي بي تي عشان ببساطه هو الاشهر. شات جي بي تي بيعمل تقريبا كل حاجه تحت سقف واحد، all in one. يعني تقدر تستخدمه في انك تعمل صور بدال ايه، وتعمل فيديوهات بصوره، وتتكلم معاه صوت وصوره كانك بتكلم بني ادم. يدخل على الانترنت، يجيب لك معلومات، يحلل لك داتا، يكتب لك كود، وحتى تعمل جي بي تيز مخصصه ليك انت بس. بصراحه قائمه المميزات طويله، ومع شات جي بي تي 5.4 حصل تطوير جامد جدا خصوصا في الكود. وكمان ضافوا حاجه خطيره جدا اسمها كمبيوتر يوز، يعني الاي اي يقدر يمسك جهازك ويتحرك عليه وينفذ المهمات بدالك. وكمان عندك كودكس ايجنت، ده مش بس بيكتب كود، ده بيشتغل على مشروع كامل معاك كانه ديفلوبر واحد من التيم. الخلاصه، لو انت عايز اي اي واحد بس يغطي اكبر عدد استخدامات ممكنه، يبقى شات جي بي تي هو اختيارك. بس برضه خد بالك، عشان هو بيعمل كل حاجة، أحيانا الكتابة بتاعته بتبقى عامة شوية، يعني مش دايما مميز قوي إلا لو أنت وجهته صح. يعني ببساطة هو بتاع كله، وده في نفس الوقت قوته وضعفه. طب نروح بقى على المنافس التقيل قوي وهو كلود. بص بقى يا سيدي، كلود بقى قصة تانية، مختلف شوية. هو مش بيحاول يعمل كل حاجة، مش بتاع كله زي شات جي بي تي، لكنه بيعمل كام حاجة بإتقان مرعب. أول حاجة، الكتابة على كلود جامدة جدا. يعني لو قلت له اكتب الموضوع كأنه مناقشة، خلي الكلام بشكل احترافي من غير بوليت بوينتس وفقرات قصيرة، هيعمل كده بالظبط من غير ما يعك. مش هيجود من عنده، ومش هيبالغ في التنسيق، ومش هيقاوحك. في ناس كتيرة بتقول عليه أقرب اي اي تحس انك بتكلم إنسان بيفهم فعلا، وبصراحة الكلام ده حقيقي. تاني حاجة، الكود على كلود، وكلود كود بقى ترند في وسط الديفلوبرز. طب ليه؟ لأنه بيشتغل على بروجكت كامل، مش مجرد سنيبت. فاهم الكود بتاعك كسيستم، مش سطور وخلاص. وكمان نزلوا حاجه اسمها كوورك، ده بقى مش بس للمبرمجين، ده بيدير ملفات، بيعمل اوتوميشن، بينفذ تاسكات متكرره، وبيبني ويب ابس، وبيحلل بيانات. يعني ممتاز لاي حد شغله فيه تنظيم وتحليل، واي شغل بيتكرر بشكل دوري. تالت حاجه، الكونتكست، ودي اقوى نقطه بصراحه. كلود اوبس 4.6 عنده مليون توكن. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقدر تحط رواية كاملة جواه وتسأله عليها، وهو هيفهمها وهيحللها ويرد عليك بدقة شديدة. وده طبعا هيغير اللعبة لأي حد بيشتغل على ملفات كبيرة أو ريسيرش أو كود بيس تقيل. طب فين العيب؟ بصراحة كلود ضعيف في الفيتشرز. مفيش توليد صور، مفيش توليد فيديوهات، مفيش فويس مود زي شات جي بي تي. بس زي ما قلت لك، كلود مش جاي يبهرك بمميزاته، هو جاي يديك افضل جوده ممكنه في ملعبه، وده بيخليه مناسب لناس معينه مش لاي حد. ونروح بقى لاخر لعيب تقيل وهو جيميناي. وليه هو اخطر واحد فيهم؟ بص بقى يا سيدي، جيميناي ليه قوتين اساسيتين. اول قوه في تكامل جوجل ايكو سيستم. يعني لو انت عايش جوه عالم جوجل، جيميلز، جوجل دوكس، جوجل شيتس، جوجل درايف، يبقى جيميناي هنا في ملعبه. هو اصلا مدمج جواهم بالكامل. طب يعني بيعمل ايه؟ يعني ممكن يسحب معلومات من الايميلات بتاعتك، يعني يساعدك في كتابه الدوكيومنتس، يعني بيكتب فورمولاز في الشيتس، ويلخص لك ملفاتك في الدرايفز. والنوع ده من التكامل حاليا لا شات جي بي تي ولا كلود قادرين ينافسوه بنفس القوه. وتاني قوه وهي الديب ريسيرش، ودي بصراحه جامده جدا. انت بتديله سؤال وهو يعمل ايه؟ هيبني خطه بحث، وهيدخل يدور في مئات المواقع،
ويرجع لك بتقرير كامل مالتي بيج ريبورت بالمصادر بتاعته، وكمان ممكن يسحب معلومات من الجيميل بتاعك، من الجوجل درايف او من الشات. وده بالنسبه لي كنز لاي حد، زي الطلبه، زي المحللين، زي الكونتنت كرييترز. والمميزات التانية الجامده طبعا اللي فيه، وهي توليد وتعديل الصور والفيديوهات. طب فين بقى المشكله بتاعت جيميناي؟ يا سيدي جيميناي قوته الحقيقيه جوه جوجل، لكن لو استخدمته كشات بوت لوحده كويس بس مش مميز قوي. يعني الخلاصه جيميناي مش مجرد اي، هو جزء من نظام كامل، ولو انت شغال على النظام ده هيبقى اقوى واحد فيهم بالنسبه لك. خلينا بقى نتكلم عن السعر شويه، والتفصيله اللي محدش بيركز فيها. الحقيقه ان شات جي بي تي وكلود وجيميناي كلهم عندهم نسخ مجانيه ونسخه مدفوعه حوالي $20 في الشهر، وعلى الورق كلهم طبعا زي بعض، لكن الحقيقه هم مش زي بعض خالص. الفرق الحقيقي انك بتاخد كام مقابل فلوسك، مش الفكرة بتدفع كام. يعني الفكرة بتقدر تعمل كام حاجة قبل ما توصل للليميت. خدوا بالكم كل اي ليه ليميت حتى لو بتدفع له فلوس. يعني شات جي بي تي بيديك صور، بيديك فيديوهات، بيديك صوت، بيديك براوزنج، بيديك كودز. يعني تقدر تعمل حاجات كتير جدا بنفس الاشتراك، وكمان الليميتس بتاعته كويسة جدا وعنده استخدامات كتيرة. انما كلود الوضع مختلف شويه، المميزات اقل بس التفكير بتاعه اعمق بكتير، خصوصا اوبس بيرد بردود طويله ومفصله جدا، شغل تقيل، بس ده بيستهلك الكوتا اسرع، لكنك بتحتاج عدد مرات اقل اصلا عشان توصل للنتيجه من اول مره. اما جيميناي هنا بقى اللعبه مختلفه، لان جوجل اي برو مش مجرد اي، هو باكج كامل على جيميل ودوكس وشيتس، وعنده 2 تيرا بايت ستورج. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت بتدفع اصلا على جوجل درايف كده الاي بالنسبه لك بقى بونص مش تكلفه. فالخلاصه انهم نفس السعر بس مش نفس القيمه. يعني شات جي بي تي عنده تنوع واستخدامات كتيره، كلود جوده وتقيل قوي في التفكير، جيميناي ايكو سيستم زائد قيمه اضافيه كمان. بس السؤال الحقيقي بقى مش انهي واحد ارخص، لكن انهي واحد هيديك اكتر استفاده من نفس $20 اللي انت بتدفعه. طب نخش بقى في اهم جزء هنا، تختار انهي اي فيهم. بس السؤال الأهم هو أنت مين؟ يعني لو أنت طالب أو مش عايز تدفع ابدأ بجيميناي، وهقول لك ليه. النسخة المجانية قوية جدا وفيها موديلات محترمة جدا، وميزة الديب ريسيرش فيها لوحدها كنز، مثالية للأبحاث والواجبات. لكن لو أنت صانع محتوى أو كاتب روح لكلود. ليه؟ عشان كلود بيكتب بجودة عالية جدا وبيفهم التون اللي أنت عايزه، مش محتاج تقعد تعدل عليه كتير. وفي طبعا ناس شايفة إن شات جي بي تي أحسن في النقطة دي، بس عن تجربة كلود بيديك مخرجات جاهزة أكتر من أول محاولة. ولو أنت مبرمج بصراحة كلود يكسب، صدقني أنا مبرمج فهديك الخلاصة. كلود كود زائد أوبس هيديك كود نظيف قوي، برودكشن ريدي، وبيفكر في كل الإدج كيسز بس أبطأ شوية. وفي المقابل شات جي بي تي كودكس سريع جدا، ممتاز للتاسكات السريعة لكن مش دايما أدق في المشاريع الكبيرة. أما جيميناي عنده أدوات كودينج بتتحسن بس لسه قدامهم شوية. وعايز اقول لك ان اغلب الديفلوبرز بيستخدموا اكتر من اي تول على حسب المهمه اللي هم عايزينها. ولو انت شغال على جوجل ايكو سيستم الاختيار واضح طبعا، جيميناي زائد جوجل اي برو. طب ليه؟ عشان جيميل ودوكس وشيت زي ما بقول لك كل مره كل حاجه فيها اي جواها مباشره. الراحه يا باشا، اشتري دماغك، الراحه لا تقدر بثمن. بس لو عايز اي واحد يعمل كل حاجه اختار تشات جي بي تي، لانه فيه صور وفيديوهات وصوت وكود وكتابه بتاع كله زي ما قلت لك. واهم نقطه بقى مش لازم تختار واحد بس وتدفع له، التلاته عندهم نسخ مجانيه، جربهم كلهم وخليهم في جيبك، وقرر حسب شغلك واحتياجاتك انت عايز تدفع لمين بعد كده. وده بصراحه انا شايفه اذكى اختيار، كل واحد تستخدمه في الحاجه اللي هو احسن فيها. طب الخلاصه النهائيه، جيميناي للطلبه والجوجل يوزرز، كلود للكتابه والمبرمجين اللي بيستخدموا كود تقيل، وشات جي بي تي من كل زهره بستان، هو بتاع كله من الاخر. وعايز اقول لك في الاخر الفكره مش انك تختار اي واحد، الفكره ان انت تستخدم افضل اداه لكل مهمه. وفي النهايه يا ريت تكون استفدت، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت اللي هتلاقي فيها حاجات كتير قوي هتفيدك. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات انت من اي فريق، شات جي بي تي، كلود ولا جيميناي، ولا بتميكس ما بينهم. اشوفكم على خير وسلام.